لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله. برزان خوش حالم لواني 1003 لوانا كاين تفسير قرآن بيروز بيمو خزمتان ومن بست رزامندي رب العالمين وهي وادان مئوي آزي السودي لور بقرن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. بەڵە خۆشەویستان ئەو کلەوانی ڕابرج لە خزمەت ئەوات پیرۆزەدا بووین کە رەب العالەمین دەفەرمی ئەوانە جوولەکە و دیان و هەروەها هاوشێوەیان لە موشریکەکان کەسانێک کە دژایەتی دینی ئەڵڵا تەعالا دەکەن مەبەستیان ئەوەیە کەوا نووری ئەڵڵا تەعالا کە بریتە لەو دینەی بە فووی دەمیان و بە قسەکانیان بیکوژێننەوە. ئەڵڵا تەعالاش قبول ناکا و ڕازینێ ئیلا نورەکەی خۆی تەواو دەکا ئەگەر کافرەکانش پێیان ناخۆش بی. جاوەکو لە تەفسیر محەڕەر دەڵێ کاتێک کە خوای گەورە یوریدون ئەن یوطفئوا نور الله بأفواههم بأفواههم دەڵێ تعبیرێکی زۆر جوانە لأن المعنى تم بدوني فجاء هو لإضافة ظلال رقيقة على المعنى العام. كواتا ببي أوي كخواي جورا سبحانه وتعالى باس لأفواه دمنيان بكا معناها كهربادا جيني بلام كأو كلمة زياد كردية ليردا وكو ضلي لإضافة ظلال رقيقة على المعنى العام وكو سيبري شي زور ناسك دخات سلمان عامك كوا زور جوان تري دكاتا لبرو يضل كم شتسيلي ورد أن كيدهم للقرآن لم يعد كلمات جوفاء اتهموه بها أو بيلاني أوان دجي قرآن بيروز مجرد سن كلمات يشي بمعنى برامبر بالقرآن يندقو وكو دانقو أساطير الأولين وكو دانقو أو للان جنوة ياخد دانقو أقر بما مشوادلين يتر أقصانا ذكا طلع هذه الكلمات لم يكن لها نصيب من الوجود سوى التلفظ بها أو أقصاني كوادي كان برامبر بالقرآن هيز رصيدة شي الواقع أنها مجرد لفظك بس زماني أندادي لم تتمكن حتى من قلوب قائلها حتى لضلي خوشيان زيجيرني أقصية وهذا يدل على ضعف كيدهم. يتركات مجرد قصية بخوشيان تزان أقصان ونية كواتا وبلغيه لسروي كوا بيلاني وانزور لاوازا وهروها الدوم سيري ودجيري أن النور كان ماثلا أمامهم يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم كواتا أو نور كان ماثلا أمامهم حتى قصدوه قصدا في مكان وجهة كواتا أو نوري خواي قور باسي دكا فعلا لبرتساويان ديار ولوي وانج رويان تيكر دي لبو أو جهتي كوا أو نوري ليدي وهذا يدل على ظهور أمر الله أوج بلغيل سروي كوا أمر الله تعالى زور ظاهرة وقوة انتصاره وهروها بالتأكيد زور منتصر سركوتوشا وهروها سيم أن هذا النور لم يكن لأي عامل آخر أن يطفئه أو نورا هيج هوكاري شدي كان يبتواني بيكو جينتو أو زوكو ضلي ريح شديدة مثلا أو عاصفة مدمرة سباية زور تنبي عن عاصفة تيقدر بي ناتواني بيكو جينتو فهو قائم رغم هذه التقلبات أو نورا هربر دوامة أقرتي التقلبات بسر دابي فكيف يتسنى لهم أن يطفئوا بأفواههم برا شباج ناكو جيتو كوبا وان دتوانن بفوي دميان بيكو جنوا إنه نور قوي باهر نور يشي زور بهيزة نور يكا ددروشيته وسيظل هكذا نورا باهرا قويا ولو كره الكافرون يتر أو نورش بردوام دبي أجر كافر كانش بيان ناخوش بي
وهروها طلع ومن محاسن البيان أيضا أن قوله تعالى نور الله بأفواههم كاتك لجواني تعبير كذا كتخواي فرمي يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم نوري الله تعالى بس بدويان بكو جنوا ضل دوشتي تدا أحدهما إضافة نور إلى الله نور الله لردا نور كذا تقال الله تعالى والمراد به دين الإسلام دينكش نوركش بالدين الإسلام وهروها والأخرى إضافة الأفواه وهي الآلة المستعملة للإطفاء إلى جماعة المريدين لإطفاء النور بأفواههم ولا برامبرج دا أو نورد دا تبال الله تعالى سبحانه وتعالى كدين خويتي لا برامبرج محاولات وان خواهي قولت تمثيلي دكابتي بويكوا أوان وكو كوبياني يتسرايق بكو جنة بفوي دميان دانوه أو نور بكو جنة وعند التأمل في الإضافة الأولى كاتك الإضافية كم كوا نوري خوايا ضل نور الله يتضح أن النور المضاف قد اكتسبت قدرا من خصائص القوة والعظمة والشرف والعلو والبقاء من المضاف إليه الله كواتا أو نورا دبي نورش زور عظيم وبهيز بيت كدراي تبال الله تعالى بلام لبرام بردا خواهي قرد فرمي أوان محاولات كان بريتيالتسا بأفواههم ديدات أو محاولاتانيان ديدات وبال دوزاريان كواتا بأفواه بإضافة الأفواه الضعيفة إلى نفر من البشر المخلوقين الضعفاء دو زماني بشري ضعيف كساني ضعيف وهو كلمة أفواه على ما فيه من الضعف العضوي والعضلي فتعرف أخوي دوزار لقد عندما كان تري لاشا شتيشي ضعيفه شتيشي للايني عضوية شتيشي ضعيفه بيتوانايا لكاتيك دا كواددريت تبال كسانيشي مخلوقش بعام برامبر بعظمتي خواي قورة زور ضعيفة كواتا يجتمع أمران دوش اللي ركوده بتو التهكم بإرادتهم كواتا اللي ردا خواي قور سبحانه وتعالى وكسر كونو بابن الشرمزار كردني إراديوان شرمزاري دكا وزعمهم أنه نور ضعيف يمكن أن ينطفي بمجرد النفخ خير أو إراديوان شرمزارك وكأنما أو نوري خوا نوري شي ضعيفة دتوان بفوي دميان بيكو جنوا والآخر تصغير شأنهم وتضعيف كيدهم لكن لمقابل دا خير سبحانه وتعالى زهر بكميان لقلم ددا وهروها كيد بلان تخطيط الشاشتشي زور ضعيفة فهم بالمقارنة مع قوة الخالق العظيم ضعفاء لبرامبر قوته هيزو دا صلاة أو خالق عظيمة أوان زور لا وازن مهما أوتوا من قوة حرصا دا قوتيان في بخشرابي أوان زور ضعيفا ولبرامبر دا أوان هر مخذول واتا هر دوراون حرصا دا هيزو تواناو هرتسند هموها ولخوان بقنا بخنقر أو بالتأكيد هيتيان بيناكري لفي ظلال السيد ضلي طبيعة الموقف الدائم لأهل الكتاب طبيعة موقف دائميان ببردوامي لبو أهل الكتاب من نور الله برامبر بنور الله المتمثل في دين الحق أو نورتيا دين حق إخوة الذي يهدي الناس كهدايته وخلق الدا أنهم محاربون لنور الله طبيعتي أنواع أوانا محاربي نور الله تعالى ذكا سواء بما يطلقونه من أكاذيب ودسائس وفتن كواتا بهمو شوازك بسبو شوازك وكدرو بابلين فتنة وآجاوة دجيرا أو بما يحرضون به أتباعهم وأشياعهم على حرب هذا الدين وأهله يعني بهوي أويكوا تحريز كسانق لأتباع إخوان وهاشو إخوان دن لبو محاربة كني أو دينا إترخواي قد فهمي همو محاولات أمريكية يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم أو أنا همو هولكاني أمريكية لو كدانو أو نوري كذلك تبال الله تعالى بفوي دميان بكو جيان بەڵێ دیارە زانانی تریش لەسەر ئەو ئاتە زۆر شتی تر باز دەکەن بەڵام لەبەر زۆر درێژ بوونەوەی تەفسیرەکە دەچینە خزمەت ئاەتی دواترێ وەکو لە تەفسیر سعد دەڵێ ثم بين تعالى هذا النور الذي تكفل بإتمامه وحفظه جا خوای گەورە سبحانه وتعالى ئەو نورە بەیان دەکا کە خوای گەورە
كفالتي كردي بوي كوات توايب كوبي باريزي ودفرمي هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون هر أو ذاته كوا پیغمبركي روان كردي بهداية بدين حق تاوكو ظاهري بكاو بابلين ظالي بكا بسر هم دين كاني تر أجر مشرك كانش بيان ناخوش بي هو الذي أرسل رسوله بالهدى وكل تفسير سعد الله بالهدى وتأوزاتك وبيغمبر كروان كرب بهدايات أي القرآن الذي هو الهدى للمتقين أو خوايا سبحانه وتعالى كبيغمبر كروان كرب بهدايات كبريت القرآن كهداية لبو متقيا كان وكل تفسير سعد الله الذي هو العلم النافع أو خوايا كبيغمبر كروان كرب بهدايات كبريت له علمي بسود ودين الحق وكل تفسير قاسم دل أي التوحيد الثابت الذي لا أزول دين حق بريتي لا يكتاب برستي أو يكتاب برستي وعقيديك وثابتة بهيت كسيق لنا وناتي لتفسير سعد دل الذي هو العمل الصالح كواتت لسعدي دل كخواي قول بيغمبر غان كردية بهدايات بريتي لعلم نافع ودين حق بريتي لعملي صالح فكان ما بعث الله به محمد صلى الله عليه وسلم أو كوا الله تعالى محمد بيروان كردية مشتملا على بيان الحق من الباطل أو دينك وبيغمبري بيروان كردية صلى الله عليه وسلم بريتيا التي تسيل خدا قرتيا بيان حق بك لباطل ليش زياب كاتوا لروي عقيدة لا أسماء وصفات كاني خواي قولا ولا أحكام وأخبار كاني والأمر بكل مصلحة كواتوكو علمي نافع بريتيا لا عقيدة يكتاب برستي كوا فعلا بياني حق ما لو ذكر درباري أسماء الله وأوصافه ودرباري أحكام كاني وأخبار كاني وأهلها فرمان كذن بهموش تيك كوا سودي هي لبو ضلو لبو روحو لبو جستي بندكان وكو إخلاص وكو خوشويستني خوا وكو عبادتي وأهلها فرمان كذن بهمو أو خوروش تبرزانا وأهلها فرمان كذن بهمو أو كردوات ساكانة أو آداب روشتا بسودانا وهروا قدغ كردن لهمو أوشتاني كوا عكسي تاكو باشية وهروها قدغ كردن لهمو خروشتي خراب وهروها قدغ كردن لهمو أو كارو كردواني كوا زيان بدلو ببندة بلا شي بندة لدنيا ولقيامة دقيني كواتا خواهي سبحانه وتعالى وبيغمبر روان كده هم بعلم نافع هم بعملي صالح كوا لنتيجة دابا بختوري دنيا وقيامة بندتها ودبي لبوتي نادي ليظهره على الدين كله تاوكو أو دين حقي ظال بكا بسر همو دين كاني تر وكل محرر ضلي أي ليعلي الله الإسلام بالغلبة والانتصار على أهل الأديان تاوكو خيقور سبحانه وتعالى أو إسلام ظال بكاو سركوتو بكا لسر أهل همو دين كاني تر ويعليه بالحجة والبرهان على سائر الأديان كواتا تاوكو بحجة وبيانج لسر همو دين وبرنامج كان ترزال بي ولو كره المشركون أجر مشرك كانش بيان ناخوش بي وكل تفسير سعد الله أي ليعليه على سائر الأديان بالحجة والبرهان والسيف والسنان تاوكو الله تعالى أو دين بسر بيخي بسر همو أديان كان تر هم ببلغ دليل هم بدا صلاة بشير وإن كره المشركون ذلك أجر مشرك كانش أوان بينا خوش بي وبغوا له الغوائل أجر تندين بيلان دارجن لدجي إسلامه فإن المكر السيء لا يضر إلا صاحبه هرتسند بيلان خراب دادن بلان بيلان خرابك قاعدة لنا أخوي جور سبحانه وتعالى ولا يحق المكر السيء إلا بأهله أو بيلان خراب دجي إسلام دادن إلا بزرري خوي تواود بي فوعد الله لا بد أن ينجزه أو كخوي جور وعدي بيدا إلا دبي زيبتن كوا فعلا أو دين ظاهر بيو بسر همو دين كاينك خوي سبحانه وتعالى ظالب كا وكتن دين حديث درباري أو حقته لو أنا حديثي كوا إمام مسلم وأبو داود ابن ماجه روايات ينكر ثوبان تجارته دفرمي فيها صلى الله عليه وسلم فرمي إن الله تعالى زوالي الأرض وتا الله تعالى أو زويه هموي لبوم كوكر دوتا وكو هموي ببينم إن زاد فرمي فرأيت مشارقها ومغاربها واتا مشرق ومغرب روشالات وروج آواكاني أو زويا بيني
وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها. تر أمتي منيش ملك دا صلاتي دقات سر همو أو جيغاني كأوي أمن بتساوي خون بينم لمشرق لمغرب كان. وهروها لحديث تريج بها ماشي وبيان صلى الله عليه وسلم أو مجده ما بيده بلام لبرتوا بوريكا دوستين ببشتوان رب العالمين لو أنا داتو دين زيادة لخزمت أو باب التفسير وآتوا أو حديثان كوا بيوست بو آتا بحث دكين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا. أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.